عادة بمقدمات كهذه، لكنني الآن أهبط عشرات الأمتار إلى كهف يمتد لمسافة تزيد عن 5 كيلومترات في عمق الأرض، وسواء أحببنا ذلك أم لا، بمجرد أن ألمس أنا وأصدقائي الأرض سنظل عالقين هنا للأيام السبعة القادمة. قد تكون التجربة الأكثر رعبا في حياتي. علينا أن نبتعد مسافة كبيرة عن المكان الذي هبطنا فيه. لماذا؟ إذا هبت عاصفة قد تغمر الفيضانات هذه المنطقة بأكملها وتمتلئ بالمياه وقد تغرقنا جميعا، ولهذا سنخيم في عمق الكهف. يا له من مكان مشؤوم. هذا عالم آخر. ربما يبدو مدخل هذا الكهف جميلا، لكن المظاهر خداعة. لم نكن نعلم ذلك بعد، لكن الأيام السبعة اللاحقة ستكون الأصعب في حياتنا كلها. فكرة سيئة! سيحل الظلام إذا لم نجهز المخيم، فسينتهي أمرنا. لا تعرفون إلى أين أنتم ذاهبون. نبحث عن أرض مسطحة لنخيم فيها. عند عبورنا مدخل الكهف عثرنا على منطقة بارتفاع كاف لحمايتنا من أي فيضانات مفاجئة، ما يعني أنها مثالية للتخييم. مثالية؟ صفة مبالغ كنت فيها. لأقول تفي بالغرض. تفي بغرض التخييم. أمضينا بقية اليوم الأول في نقل كل المؤن، حقيبة تزن نحو 35 كيلوغراما. وكما تظهر هذه اللقطات قضينا نحو 4 ساعات يصعب اجتيازه. ننقل جميع هذه المؤن إلى المخيم. حسناً، ركبنا بعض الأضواء ووصلت المؤن أخيراً إلى المخيم، وإذا وجهت الكاميرا إلى هناك فسترى ظلاما دامسا. استغرق الأمر طوال اليوم، وبدأنا تجهيز أساسيات مكان التخييم، فحفرنا ثقوبا لتعليق الحبال. أمسك بالحبل، اسحب نفسك للأعلى. يبدو أن الحبال ستكون قادرة على حمل أراجيح النوم، وبمساعدة مرشدنا جول علقنا الأراجيح. هذا الحبل الرفيع هو ما يحمل أرجوحتي. نعم. تناولنا طعام العشاء واستعدينا لليلة الأولى شديدة البرودة. لن أكذب، هذا السرير مريح أكثر مما كنت أعتقد. يا للهول، انظروا لماذا إليه. يبدو رأسي كبيرا جدا يا رجل؟ يبلغ عمق هذا الكهف 2.5 كيلومتر، ونحن نخيم عند المدخل. غدا أمامنا رحلة استكشافية طويلة. كيف كانت نومتكم يا رفاق؟ فظيعة. لم أنم. إنها بيئة محيرة. الماء يقطر علينا باستمرار من أعلى الكهف، لذلك وضعنا قماشا عازلا فوقنا، لكن كان الماء يقطر على أراجيحنا. لدي فكرة، دعونا نحسن ملجأنا. أرى أن نربط هذه الأقمشة لنتجنب البلل أثناء نومنا. هذا حل عبقري. أنا لست مجرد يوتيوبر، فهمتم؟ أرجوحتي تصل إلى هنا. هل أنتم جادون؟ هنا أنزل حين أنهض من النوم. لم ندرك حينها أن عمق هذه الحفرة يقارب 12 مترا، لذا بينما بدأنا أنا وشون بإعداد القماش العازل استطلع كارل وماك خطورة الحفرة. هل ترى أرجوحتي هناك؟ هناك كنت أنام. انظر إلى هذا. ولأن تضاريس الكهف تبدو متشابهة قد يصعب تتبعنا داخله. يمكنكم على هذه الخريطة أن تروا مخيمنا ومدى ابتعاده معا. لقد ابتعدنا كثيرا. يا رجل، هذا جنون. بينما يستكشف الرفاق على نحو عشوائي يتعين علينا أنا وشون العمل على المخيم. لماذا كيس النوم هذا هنا؟ لأن رائحته كريهة. الدرس الأول: لا تستأجر أكياس النوم. لماذا استأجرنا وما أكياس النوم؟ أدراني. لا لماذا أعرف. لم نشتريها فحسب؟ نعم. نحن بصدد ربط قطع القماش العازل بعضها ببعض لتشكيل قطعة كبيرة. اسمحوا لي بأن أأتمن هذا الحبل على حياتي. وفي هذه الأثناء كان ماك وكارل لا يزالان في حفرة. يا للهول. ماك. وفي النهاية وصلا أخيرا إلى القاع. هاي! من المفترض أننا نعمل في المخيم. أردنا فقط أن نظهر مدى خطورة المخيم. حذاري أن تسقطا، هذا يتطلب مهارة. حسنا. كان يتعين عليهما العودة، لكنهما أصرا على اكتشاف مدى العمق الذي يمكن أن يصلا إليه. يا رجل، هذا جنون حقيقي. تعتقد أنك قادر على عبور النهر؟ لكنهما لا يعلمان أن هذا النهر يخترق الكهف بأكمله، ما يعني أننا سنقضي بعض الوقت فيه. ها هما. تعالا. أعددتما الطعام صحيح؟ أعددنا. هذا صحيح. منزلا جديدا، ألست محقا؟ محق. لدينا الآن سقف. انظر إلى هذا. صراحة لقد صدمت. ونقلنا موقد النار إلى ذلك التجويف الصغير الذي عثرنا عليه. ما رأيكما؟ أكثر دفئا. مريح. تحبس هذه الصخور الحرارة هنا وتمنع تسرب البول من الصخور في هذا الأعلى. ليس بولا. ماذا أسميه؟ لا أعلم، ربما مطرا أو ما لكنه شابه. ليس اسمع، مطرا. هذه صخور. هي. وجه الكاميرا للأعلى. هل ترى غيوما؟ لا بل صخور، فهذا ليس مطرا. بول الصخور. بول الصخور. بول الصخور. حسنا. حسنا، إنه بول الصخور. وبعد ليلة نوم أكثر جفافا قررنا أن يساعدنا مرشدنا جول في الوصول إلى نهاية الكهف. كهف كهف. كهف كهف. كهف كهف. كهف. لنرى إلى أي عمق نستطيع الوصول. الآن لا تنسوا أننا ما نزال في بداية هذا الكهف الضخم، وهدفنا هو اجتيازه بالكامل دون أن نموت بالطبع. يا للهول، إنه شديد الانحدار. لم ترى شيئا بعد.
نحن نتعمق في الكهف. يا رفاق، اسحبوا بطونكم للداخل. المكان يضيق، لا أعتقد أنه سيستوعب حجمي. المثير للاهتمام هو أنك تارة تدخل الشقوق الموجودة في الصخور يا بصعوبة، للحول، المكان ضيق ثم جدا. تجد نفسك في غرفة ضخمة جدا لدرجة أننا لكي نتمكن من رؤيتها بالكامل اضطررنا لفعل هذا. أوه يا للهول. أستطيع أن أرى الآن. هذا رائع، الضوء ساطع. انظروا كم هذا رائع. لا، الضوء ساطع جدا، لا أستطيع النظر إليه. أكاد أصاب بالعمى. أوه لا! أدركنا بعد فوات الأوان أننا لم نستخدم هذا الشيء بالشكل الأمثل. أرشدنا إلى الطريق وبعدها واصلنا طريقنا. لا تتردد، تمسك في الأعلى هناك وبعد ذلك ضع إحدى قدميك على هذه الصخرة. هكذا؟ نعم رائع. جول أفضل مرشد كهوف على الإطلاق. لم يمت أحد بعد. حسنا يا رفاق، بدأت الأمور تصبح مثيرة ماذا؟ للاهتمام. ما هذا؟ ابتداء من هذه النقطة علينا ارتداء ملابس الغوص لأننا سنذهب للسباحة. بالأمس كان ماك وكارل يمزحان بشأن ذلك، لكن مغامرة الكهف تدور بقية أحداثها في نهر متجمد. يا للهول، هذا جنون! ملابس الغوص هي الطريقة الوحيدة لتفادي الإصابة بالمرض. لما نفعل هذا؟ هذه تجربة تخوضها مرة في العمر، هذا جنون. لأنك تموت بعد خوضها. وللوصول إلى نهاية الكهف علينا أن نقفز في هذا النهر ونتجاوز المنحدرات عن طريق هذا الشق الصغير في الصخور ونعبره بحذر. خذ وقتك، سيدفع بساقيك إلى الخلف قليلا. حسناً، سأنزل في النار. اتبع الجدار حتى تصل إلى الحافة. الماء بارد جدا. أنت لها يا جيمي. لا أعلم إذا كان المكان يتسع لي. أريدك أن تسحب نفسك من يا للهول. الأمر الجنوني في ذلك الماء بارد جدا. عندما تكون مغمورا بالكامل في الماء المتجمد يصبح الإمساك بالصخور صعبا جدا. يا للهول، هذا جنون. ماكر، هيا بنا. أنا خائف يا رجل. أنت لها. يا رجل، واصل التقدم. انظروا كم هذا جنوني. ورغم صعوبة هذه العقبة فهي لا تقارن بما هو قادم. وصلنا. كهف كهف كهف. ماذا يا رفاق؟ قطعنا 10% من الكهف، ما يعني أننا في الخطوات الأولى من هذه الرحلة الاستكشافية، ولا يزال أمامنا أكثر من كيلومترين للوصول إلى كما النهاية. ترون المطر لا يتوقف في هذا الكهف، لذا سأبني مكانا للاسترخاء فيه دون أن أتبلد. أتساءل كيف سيبدو الأمر لو لم أكن هنا لبنائه. من المؤكد أنهم سينامون متكومين على صخرة مبللة. من المهم أن نواصل التقدم نظرا لأن أجسادنا مبهدلة فهيم. وستنخفض درجات الحرارة بسرعة. لماذا المهمة صعبة جدا؟ أسوأ ما في الأمر هو أن كل شبر نقطعه إلى الأمام سنضطر إلى قطعه مجددا للعودة إلى المخيم. ربما تكون العقبة التالية خارج الماء، هذا لا يعني أنها سهلة. هل تلك شبكة عنكبوت؟ عنكبوت؟ أنا لا أرى هذا العنكبوت. يعني أنه ربما يمشي على أجسادنا. على جسدك. أكره أصدقائي. هذا الكهف يشبه مقاطع مستر بيست. كلما تقدمت صعوبة المهمة. بصراحة لولا جول سأكون في عداد الموتى. وبعد 3 ساعات كان لدى جول بعض الأخبار مستوى السيئة. الماء مرتفع جدا وقد استغرقنا وقتا طويلا. سيتعين علينا اليوم العودة إلى المخيم. أنا أعترض. لا يمكنك أن تعترض على خبير السلامة. أنا أعترض. لا يمكننا أن نعترض حقا. اتضح أننا أهدرنا الكثير من الوقت في التصوير والعبث بالمشاعر لدرجة أنه يتعين علينا الآن العودة إلى نقطة البداية والمحاولة مجددا في يوم آخر. شون، لقد عدنا. ماذا فعلت أثناء غيابنا؟ آمل ألا يبتل أحد الآن. لم أكن أعلم أننا جلبنا هذه الأضواء. رائعة، أليس كذلك؟ للأسف لم ننجح في عبور أكثر من 20% من مسافة الكهف اليوم، لكننا سنقطع المسافة يوما ما. أشك في أعتقد ذلك. لن يحصل ذلك. نعم. قد نستريح في اليوم الرابع ثم في اليوم الخامس نحاول أن نصل إلى نهاية الكهف ونرى ما يوجد هناك. كان اليوم الثالث ممتعا. أراكم غدا يا رفاق. وبعد ليلة ثالثة تعيسة في الكهف لم يكن يدور في أذهاننا سوى شيء واحد في صباح اليوم التالي. حمام ساخن كفيل بإنقاذ حياتي الآن. يا رجل، الاستحمام سيكون رائعا. لم أستحم منذ 3 أو 4 أيام. الاستحمام داخل الكهف ليس بالأمر السهل. كان علينا أن نسير طوال الطريق إلى حيث هبطنا للوصول بأمان إلى مجرى النار. أوه يا للهول. أشعر بدماغي، لم أشعر بوجوده هكذا من قبل. تجمدت انتظر، جبهتي. لنستخدم الدرون لتجفيف رؤوسنا. تعال إلى هنا أيها الدرون. توقف، هذا يفي بالغرض. نعم يفي بالغرض. من يحتاج مجفف شعر ولديه درون؟ وبعد التجفيف جلسنا مع جول للتخطيط لرحلتنا. ما هذه يا جول؟ إنها خريطة الكهف. في المرة الفائتة أوقفتنا سرعة جريان المياه، لكن الأمطار تنحسر، لذا فقد نمتلك فرصة للوصول إلى نهاية الكهف غدا. ستكون رحلة جامعة. أجل. علينا اجتياز بعض المنحدرات كالتي اجتزناها بالأمس، والقفز من أجراف شاهقة وتجنب الصخور المسننة، وإذا تمكنا من ذلك فسننجح في الوصول أخيرا إلى غرفة الديدان المتوهجة الجميلة. لا تخبرنا كيف تبدو. حسنا. أريد أن نتفاجأ. هل تعتقد أننا سننجح؟
دعونا لا نلعب لعبة التوقعات، سننجح في ذلك. بعد أن وضعنا خطط الغد استرحنا وحضرنا حلوى سمورز مع شوكولاتة فيستيبلز لاستعادة طاقتنا. بصحتكم جميعا. جول على وشك تجربة حلوى السمورز مع شوكولاتة فيستيبلز. ما رأيك بصراحة؟ شهية. أعجبت جول؟ نعم أعجبتني. لماذا لم نخرج الشوكولاتة مبكرا؟ أصبحت الأمور أكثر متعة بكثير. إذا لم يسبق لكم تجربة حلوى سمورز مع فيستيبلز فقد فاتكم الكثير. غدا سنستكشف الكهف بكامله. نراكم حينها يا رفاق. لذا حاولنا النوم أطول مدة ممكنة والاستعداد لرحلة الغد إلى نهاية الكهف. نحن على وشك البدء في واحدة من أخطر الرحلات في حياتي، وبفضل الخبرة التي اكتسبناها من اليوم الثالث وتخفيف التركيز على التصوير أحرزنا تقدما كبيرا. هذا الماء بارد تماما مثل ذلك اليوم. يا رجل رائع. لضمان أول فرص النجاة أحضرنا مرشدا آخر بالإضافة إلى جول. هذا هو المكان الذي اضطررنا فيه إلى التوقف في اليوم الثالث. ما هو وضعنا؟ حققنا زمنا أفضل بكثير. خلفنا ظلام دامس. أين نذهب؟ تزداد هذه المنطقة ضيقا ويزداد التيار شدة، لذا سنستخدم الجدران ونتسلقها. هيا بنا. يا للهول. إلى الصخرة الأولى. هناك بضع صخور مناسبة يمكن التمسك بها أيضا بالقرب من الزاوية. الظلام دامس هنا. العمق كبير هنا. قدماي لا تلمسان القاع الآن. ولأن أقدامنا لا تصل إلى القاع فهذا يعني أننا إذا أفلتنا الصخور فقد يجرفنا التيار القوي الذي يندفع تحتنا مباشرة. جول ماذا نفعل؟ هناك إذا استطعت. المكان مناسب. لا أستطيع حتى أن أرى إلى أين سأذهب. التيار يجرفني. كيف أفعل هذا؟ عليك أن تدخل إلى هناك وسيصبح الوضع أكثر هدوءا. أدخل إلى هنا؟ نعم في التجويف. نعم. أحسن. ربما هذا هو الشيء الأكثر جنونا الذي فعلناه على الإطلاق. وصلنا إلى أعمق نقطة في الكهف حتى الآن، ونقترب الآن من أول عقبة خطيرة في تواجهنا. الواقع الماء دوار هنا، إذا سقطت فيه سيسحبك إلى القاع ويبقيك هناك. من يسقط يموت؟ نعم. هذا يعني أن الموت احتمال مطروح؟ هذا لم يكن ما كنت أتوقعه. أحسنت. نعم إلى الأعلى. والآن هل أضع قدمي هنا؟ صحيح. حسناً. استكشاف الكهوف أصعب بكثير مما كنت أتوقع. يمكنكم تخمين مدى قوة هذا النهر لأنه صنع هذا الكهف بالكامل. والحقيقة المضحكة لسنا بقوة كهف. أكاد لا أكون بقوة إنسان حتى. حسناً، لحسن حظنا بدلاً من أن يقود كارل هذه الرحلة الاستكشافية لدينا المغامر الحقيقي جول، ولإثبات خبرته الواسعة تباهى هذا الرجل أمامنا بالقفز من أعلى جرف صخري. يا هلا الهول، أنت مجنون. من المجنون الآخر؟ لا شك أن أحدكم يطوق لذلك. أنا من مجنون. المستحيل أنك تريد تجربة ما الذي ذلك. تتحدث عنه؟ سأجربه حالا يا عزيزي. هيا. بالتوفيق يا مان. بعد كل ما أذاقني جيمي هذا لا يخيفني. 3 2 1. أوه! فعلتها. ألن تجربها؟ لا، علينا أن نمضي قدما وإلا فلن نصل إلى النهاية. يا للهول. هل نمشي مع التيار؟ لماذا نعاكس التيار دائما؟ قد أبدأ بالانجراف بعيدا. ربما سأستسلم. هناك صخور حادة تحت الماء لا يمكنك رؤيتها، لذا انتبه لخطواتك. يا للهول. العمق يزداد مجددا. لا أستطيع أحتاج أن أثبت قدمي على سطح ما. وإذا لم تكن الصخور الحادة تحديا كافيا. أوه! يا رجل لا أستطيع رؤية أي شيء. هذا مرعب. أصبح الكهف أشد ظلمة وأكثر ضيقا وقسوة لدرجة أننا بدأنا نشك في إمكانية وصولنا إلى خط النهاية. هذا مرهق. سيصبح الكهف أصعب وأريد أن أريكم شيئا. جول، هل يمكنني رؤية حقيبتك؟ شكرا لك. هل تعرف ماذا كنت تحمل؟ ماذا كنت أحمل؟ منتج مستر بيست لابس وورمز الجديد كليا. بسبب ما مررت به خلال الساعات الخمس الماضية من الواضح أنني لست في وضع يسمح لي بإخباركم عن هذا المنتج الآن. لذا بعد شهر من تصوير هذا المقطع بنيت كهفا صناعيا ووضعت شارة اسمية مكتوبا عليها جيمي المستقبلي، وقلت مرحبا أنا جيمي المستقبلي وسأخبركم عن سلسلة الدمى الجديدة القابلة للجمع مستر بيست لابس وورمز. تضم أكثر من 119 شخصية بتصميم فريد يمكنك جمعها. والجزء الأكثر روعة هو أنه لمعرفة الشخصية التي حصلت عليها عليك صب الماء في هذا الأنبوب ورجه وستظهر الدمية أمام عينيك. ولاستعراض المنتج صنعت هذه النسخة العملاقة بالحجم الطبيعي من أنبوب سوورمز وملأته بالماء. لن تحتاجوا إلى هذا القدر من الماء فهذا أنبوب عملاق. حسنا، الآن وقد امتلأ هذا الأنبوب بالماء سيهزه ماك قليلا. هل اهتز بما فيه الكفاية؟ أعتقد أن هذا كاف. والآن نسكب الماء. احظى بهذا الشرف يا جول. ومن الماء ستظهر الشخصيتان اللتان حصلنا عليهما. هذا هو أندر منتج الهايبر كروم. صنعت منه 1000 قطعة فقط. جول احتفظ بهذه وأنت احتفظ بهذه. على ما حصل كارل؟ لدي 2 فقط.
وصنعنا مجسمات الفهود هذه الموجودة في هذه الحقائب، وهذا المتحول الذي تكشف عنه بشكل رائع عند شرائه تماما مثل سورمز. أين يمكنني شراؤها؟ سررت بسؤالك. أصبحت دمى مستر بيست لاب متاحة الآن في جميع متاجر الألعاب في العالم. صدر جميعها الآن، اذهبوا وجربوها. وبعد رحلة شاقة في الكهف وصلنا أخيرا إلى غرفة الديدان المتوهجة. يا رجل، يستحسن أن يكون المشهد يستحق حسنا العناء. يا رفاق، مرحبا بكم في غرفة الديدان المتوهجة. أوه يا للعجب، هذا جنون. يا رجل، أيبدو هذا من كوكب الأرض؟ جميع الأضواء التي ترونها هنا ناتجة في الواقع عن ديدان صغيرة متوهجة بيولوجيا. هذا يشبه مجرة درب التبانة. رائع. في هذه اللحظة هذا المشهد بصراحة جعل الرحلة تستحق العناء. رغم أن الوصول إلى الديدان المتوهجة كان بالتأكيد يستحق عناء الرحلة، فرحلتنا لم تنتهي بعد، لأنه كان علينا العودة إلى المخيم الأساسي. شارفنا على اليوم السادس، لم يعودوا وأنا مرهق. هل سأستطيع النوم قبل عودتهم؟ أقلقني غيابهم. رحلة العودة أسهل بكثير لأننا نطفو مع التيار، وبما أنكم قد شاهدتم الرحلة بالفعل سنسرع طريق العودة. استغرقت الرحلة برمتها وقتا طويلا، فقد دخلنا في اليوم السادس قبل الوصول إلى المخيم. شون؟ كيف الحال يا رفاق؟ بدأت أشعر بالقلق. يوما سادسا سعيدا. اليوم السادس، مرحى. لم نقوى إلا على الجلوس أمام النار للحصول على الدفء وتناول بعض الطعام أخيرا. لقد كان يوما مليئا بالمغامرة. أراكم غدا يا رفاق، أو في وقت لاحق اليوم. إنه اليوم السادس ربما. رغم أنني كنت مدمرا بدنيا بسبب رحلتنا الطويلة والمؤلمة، كنت أكافح من أجل النوم بلا جدوى. قضيت 7 أيام في الحبس الانفرادي، و7 أيام مدفونا حيا، و7 أيام على عوامة. سأكون صادقا، أعتقد أن هذه التجربة أصعب منها جميعا. تشعر بالرطوبة والبرد باستمرار. ارتطم جسدي بهذه الصخور الصلبة مرة بعد مرة، وهذا مؤلم. تجربة الكهف كانت مزعجة بالمجمل، لكن بصراحة... جيمي! أوه! كارل! هل تراني؟ إنه أقوى مصباح يدوي في العالم. عشنا لحظات من المرح في هذا الكهف، من اجتياز المنحدرات على عمق 90 مترا تحت الأرض، مني ومن الأصحاب الذين يضحكون في الأراجيح. وجهي كبير. رغم البؤس كان الأمر يستحق، لأنه عندما تكون مع صحبة طيبة. تصدر أصوات الحيتان. هذا الكهف الرطب والبارد والصخري البائس يمكن أن يتحول بسهولة إلى أجمل رحلة في حياتنا. لا يمكننا المغادرة قبل تنظيف المكان بالكامل، وأنا أعني حرفياً بالكامل. لنغادر المكان. وبعد رحلة العودة إلى مدخل الكهف، يبدو المشهد رائعاً في الأعلى. كان لدينا مفاجأة لجول. قبل أن نخرج يا جول، تعبيراً عن امتناننا، أحضرنا لك 50,000 دولار نيوزيلندي، 10,000 عن كل شخص أوصلته إلى بر الأمان. شكرا جزيلا جيمي. شكرا أحبك جزيلا. جدا يا رجل. بعد أن انتهينا من ذلك لنغادر، وبعد 7 أيام طوال سنغادر أخيراً.